السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ مزيان؟ اموركم هانياش؟ كتعاودوا مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي في امان الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. يدخل عليكم بالصحه وبالعافيه وبطولة العمر بكل ما كتمنوا ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه، واللي في قلبه شي حاجه الله يسهل عليه في هاد العواشر. المهم اخوتي، جيت نهضر لكم على واحد الموضوع ديال الابقار الحلوب اللي بزاف ديال الناس كيديروا اغلاط بيديهم صراحه. بزاف ديال الكسابه اللي ما كيستوعبوش بزاف د الحوايج، ولو كيكون عندهم انسان اللي كينصحهم او اللي كيكون كيعطيهم شي حوايج اللي من مصلحتهم ما كيطبقوهمش. ما عرفتش علاش. ماشي كلشي، ما غنعممش، ولكن كاين اللي راسو قاصح وكيخرج على راسو براسو، كيشري بقر مليح وكيجيبو كيكرفسو عنده. وهذاك يستحسن انه ما يديرش المشروع. باش نكون واقعيه معكم، الانسان اللي غادي يجيب واحد البقره وتيتسنى منها العطاء وتعطيه، راه خاصو يعطيها قبل ما تعطيه، وخاصو يرد معاها البال في بزاف د الحوايج. وكاينين ابسط الحوايج هما غادي يديروا لك انت مشاكل اللي ربما نتوما هذوك الحوايج كيجيوكم نتوما سالين، ما زعما عاديين، ولكن هما يقدروا يديروا لك بزاف ديال المشاكل. وهذيك البقره غادي تاثر بهم وما غتبقاش تعطيك انتاج ديال الحليب، ما غتولدش، غتبقى عندك نتمايا غير محطوطه وغتربي عليها الولف. حيت حنا كنعرفوا المغاربه ديالنا وحنان دغيا كيولفوا الحاجه. يعني تتبقى تبان لك هذيك البقره راه صافي ما كتسخاش بيا وما تتعود ما عاطينكش فيها الثمن، وكتبدا ترجع الصحه ديالها. وانت اللي انت اللي درتي الغلط، يعني بالعربيه التعرابش انت اللي درتي الغلط. لهذا ركزوا على واحد النقطه، وركزوا على النصائح اللي كيعطوكم الناس. راه تيقول لك سول المجرب لا تسول الطبيب. يعني راه ماشي هاد القضيه ديال تسول المجرب لا تسول الطبيب غنقولوا الطبيب لا راه ما كيعرفش ولا لا. غير المجرب كيدوزو قدامه بزاف د الحوايج، فهمتوا؟ والطبيب كيعطيك واحد النصيحه اللي ربما انت ديك البقره انت معايش معاه اكثر منه هو. راه ملي كيجي تيقول تيسولك مالها وعلاش، وحين انت عارفها ديما معاها، ديما راه تقدر انت تكون طبيب ديالها بطريقتك، تكون طبيب ديالها. المهم على ايين غندخل في الموضوع. بزاف الناس كيديروا واحد الغلط، هو الكواره دابا ديال البقر. كاين اللي كيكونوا عنده الكواره مسدودين، ما كاين لا تهويه لا شراجم لا حتى شي حاجه. المهم ماكازا ولا كوري مسدود. حنا الوقيته ديالتنا المناخ عندنا ديما متقلب، مره سخون مره بارد. دزنا من واحد المرحله في شهر 12 و1 و2 كانت البروده، كان البرد النيت، وخصوصا هذا العام كان قاصح شويه، ما بين ليله ونهار كيسخن الحال. هنا فين كياكل البقر العصا والعجوز الصغار والغنام علاش كيكونوا في واحد البلاصه اللي كتكون سخونه او لا بارده، وكتخرجهم انت فرمشه عين كتخرجهم من البرد. او لا كتكون البقره مثلا سخونه، فداك الكوري ديما سخون ودافي، وكتجي نتايا بالليل ونهار كتهزها كتخرجها البرد. كتدخلها الصباح كتصبح كتنهج، كتصبح كتضرب، كتصبح كتكحب. ها انت وليتي في الكحبه، من الكحبه ها هي الريه، من الريه ها هي البقره مشات لاباطاج، مشات في حالتها خاصه الكزير. باش نكون واقعيه معكم، الريه راه ولو تداوي ولو تكب العياده كامله، الا فاتت الا ما دخلتيش في المراحل الاولى وبقى داكشي غادي وكيتزيد، راه صافي البقره مشات في حالتها وانتش من الرباح عندك. لهذا ركزوا وردوا البال مع واحد القضيه. دائما الحاجه اللي فيها مصلحتنا دائما نديروها. ملي غندير انا واحد المكازه او لا غندير واحد الكوري، ديما ندير له التهويه. وهذيك التهويه كنسدها في واحد المراحل وكنحلها في واحد المراحل، وكنعرف امتى كنحل، وكنعرف الكولوندير فين كيكون عندي. يعني لا العجوز الصغار لا البقر. يعني راه ملي كيطيحوا لك هاد العجوز الصغار ولا البقره في بلوموني راه صافي راه مشات. يعني فوا كتبدا تكحب وما تدخلتيش انت بالدواء وبديتي كتعطيها غير الدواء ديال الاعراب وخليتي كتطور القضيه عندها، راه صافي. يعني كتبدا تبان لك البقره بدات تيبس، او لا ما بقاش عندها العطاء ديال الحليب كما كان، او لا الصحه ديالها غاديه وكترجع. يعني شكون اللي ضايع؟ راك ضايع نتايا. لهذا ردوا بالكم مع هذه القضيه. ديما الكوري ديالك، ديما نحاول انني ندير واحد الجهه
فيها شراجم، ونعرف كيفاش نحل، إمتى نحل وإمتى نسد. والمناخ الجو نحترم الجو ديال البقر، ويستحسن أن البقرة تولف على واحد الجو، ماشي أنا مرة مزير عليها مرة بحالنا حنا. كتكون نتا سخون لابس مزيان كتخرج كتحيد حوايجك كتبقى بتيشورت صافي كتمرض. لهذا ردوا